خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم اوزاد ماروك. كنشكركم كيف العاده على الدعم ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم باش تدعموا القناه، الله يحفظكم. الحلقه ديال اليوم: الجزائر تنشر جيشها المجهز للحرب على الحدود المغربيه بشكل غير مسبوق. شنو هو الهدف ديال شنقريحه بهاد الخطوه هذه اللي دارها اليوم؟ كذلك أخبار جديدة عن هزيمة الجيش الجزائري من طرف حركة الأزواد. هنا غادي نشوفوا كذلك واحد التفاصيل جديدة. دابا خوتي المغاربة مشينا فيها القوة الخارقة صفطت الجيش ديالها بالقوام ديال الحرب على الحدود المغربية. يعني كخصنا نخافوا ونتخلعوا. يعني هذا الجيش هذا اللي حركة الأزواد الطوارق عطاو له طريحة هذه يومين، اللي هلكوه واحد الهلكه كارثيه وتاريخيه. قال لك اسيدي بغى يخلعنا، جاي لعند الحدود ومصيفط الجيش بالاقوام ديال الحرب، وهذه كتسمى شي حاجه غير مسبوق لها في التاريخ. الجزائر تنشر جيشها على الحدود المغربيه بشكل غير مسبوق. شنقريحه شدها الخلعه، يعني هو اللي خايف ماشي احنا اللي خايفين. شنقريحه شدها الخلعه، تعزيز غير مسبوق للقوات العسكرية الجزائرية عن الحدود المغربية. هنا كنشوفوا بأن الخبر خرج، مغرب انتيليجونس هو اللي خرجوا. يعني هنايا هاد الهدف ديال هاد الخطوة هذه اللي دارها شنقريحة، يعني كاين جوج ديال السيناريوهات. هو خرج لنا واحد السيناريو اللي بغى زعما يبيعوا لعند الشعب ولعند الرأي العام الجزائري، ولكن هاد السيناريو هذا راه ما خدامش. من كنشوفوا شنو كاين فيه، حنا جايين للتفاصيل، بقاو معنا في هذا الفيديو باش تفهموا مزيان. يعني هنايا كاينه واحد الهدف ديالو، هدف اخر. دابا هنا كنشوفوا الخريطه ديال المغرب والجزائر. يعني هو انشر سيدي الجيش مقوم بالسلاح الثقيله على الحدود المغربيه في الجهه ديال المحيط حماغير، يعني واحد المنطقه اللي جايه 110 كيلومتر جنوب غرب مدينه بشار المغربيه المحتله، والتي لا تبعد كثيرا عن الحدود المغربيه. هنايا شنو كيقول شنقريحه قال لك اسيدي بان نشروا هاد الجيش بالقوام ديالو على الحدود المغربيه، حيث قال لك اسيدي كاين مخاطر عاليه جدا الاصطدام عسكري مع المغرب اعتبارا من شتنبر المقبل. يعني هنايا راه كيخطط لعند شهر 9. قال لك من نهار شهر 9 راه غادي يكون كاين مخاطر عاليه جدا للاصطدام عسكري مع المغرب، يعني باش ندخلوا في حرب مباشرة مع المغرب. قال لك هذا الخطر يفسره رئيس الجيش الجزائري بتسريع العمليات العسكرية المغربية التي تنفذ ضد ميليشيات جبهة البوليزاريو وراء الجدار الأمني. يعني المغرب راه مدقدق ليا المرتزقة، التبندير خدام، ما جبروش كيفاش يديروا لعند الدرونات ديال المغرب. قال لك هنا غادي يكون واحد التسريع ديال العمليات العسكرية ديال جبهة البوليزاريو ضد المملكة المغربية. يعني هو كيمشيو كيعلنوا على العداوة على المغرب. يعني دابا راهم غادي يزيدوا يدفعوا، ودابا كيقولوها بالعلالي. يعني هاد الناس هادو اللي هما طرف مراقب في قضية الصحراء، هنا هو كيصيفط الجيش ديالو بالقوام بالسلاح ديال الحرب، السلاح الثقيلة، و كيقول لك بان غادي يكون تسريع ديال العمليات ديال البوليزاريو. قال لك من غادي يكون التسريع ديال العمليات؟ قال لك بالاضافه الى ذلك يخشى قائد الجيش الجزائري من قوه وفعاليه الطائرات بدون طيار المغربيه والمعدات الجويه الجديده عليا التقنيه والدقه التي يتوفر عليها. يعني المغرب غادي يزيد يخدم الدرونات والاقوام الجويه اللي عنده الجد متطوره. هذا اعتراف بان راهم فاشلين امام المغرب. يعني المغرب غادي يزيد يخدم هاد الدرونات وهاد
سلاح الجد متطور ضد البوليزاريو. ويبدو أن خطر التداخل بين وسائل الدفاعات المضادة للطائرات في الجزائر والطائرات المسلحة بدون طيار في المغرب أمرا لا مفر منه. هنا كيقول لك راه غادي زعما غادي يهجموا على شي درون. دابا هنا شافوا بان الدرونات المغربيه عطات العصا عند البوليزاريو وحتى عند الجيش الجزائري. راه المغرب راه قتل ضباط 28 ضباط من الجيش الجزائري اللي شاركوا في العمليه ديال البوليزاريو، وراه درنا فيديو عليها وهذا الشيء مخبيناه على الشعب الجزائري. يعني من كيصيفطوا واحد الكوموندوز ديال الميليشيات كيكونوا معاهم ضباط جزائريين حتى هما داخلين معاهم، وراه حنا شفناها حتى في الحرب ديال الصحراء اللي شدينا شنقريحه كان محابسين عندنا، ومن ذاك الوقت بقات عنده العقده ضد المغرب. غادي نتكلم عليكم على هذا الخط هذا، يعني باش ينشروا القوه ديالهم في هذه الجهه اللي كلاو فيها طريحه هذه يومين من عند الطوارق اللي عطاهم العصا هنايا في تيميمونت وفي برج باجي مختار. هما لا سيدي مشاو للجهه ديال المغرب. دابا قال لك اسيدي الدرونات ديال المغرب، الدرون ديال المغرب قال لك كيمشي وكيخرج على الحدود المغربيه وكيمشي قال لك كيتجسس على الاسلحه الجزائريه والجيش الجزائري. يعني هنايا قال لك اسيدي بان الانظمه الدفاعيه المضاده للجو الجزائريه قال لك غادي تكون يعني يقدروا يضربوا شي درون مغربي. قال لك بان لا هذا الامر لا مفر منه. يعني يعني غادي يكون يعني هنايا قال لك حنايا راه حنا غادي نطيحوا واحد الدرون ديال المغرب وداك الطائرات اللي كيجيو يتجسسوا واللي كيخرجوا على الحدود المغربيه. هنا كنشوفوا بان السيد حمق بان الطائرات المغربيه ما كتخرجش على الحدود المغربيه، هي كتراقب الحدود المغربيه يعني الصحراء المغربيه بالكامل ديالها، يعني وراء الجدار الامني على الحدود الرسميه الدوليه. واخا الدرون المغربي ما كيمشيش، راه عندنا الاقمار الاصطناعيه باش نشوفوا شنو كديروا تما لداخل. يعني المغرب راه عنده جوج الاقمار اصطناعيه ديال التجسس، يعني ما غاديش هو غادي يصيفط الدرون باش يصور شنو كاين تما. راه حنا شايفينك من كتفطر ومن كتعشى ومن كتغدا ومن كتولي تتعشى في الشيراتون ومن كتمشي عاوتاني للتكنه العسكريه وملي كتنعس وفوقاش كتفيق وشكون اللي كيجي عندك وشكون اللي كيخرج من عندك كلشي عارفينه. حنا عندنا الاقمار الاصطناعيه، يعني ما محتاجيش حنا الدرون عاد يخرج للحدود باش يراقب التحركات ديال الجيش الجزائري. حنا عارفين بان الدرون كيطير فوق الاراضي المغربيه، والفار اللي دخل من عند ولا الطوبه اللي دخلت من عند البوليزاريو من تندوف غير كتدخل وتحط رجليها تما ديك الساعتين التبندير خدام. هي العمليه ديال المغرب. يعني هنايا هاد الناس هادو يعني هاد السيناريو هذا راه ما خدامش. يعني اما كيوجدوا لشي عمليه حرب من هنا لعند شوتنبير ممكن، يعني حيت راهم كلاوها في الدبلوماسيه وكلاوها في السياسه وكلاوها كاع الملف ديال الصحراء. المهم في الامم المتحده راهم طحنوا مزيان. يعني كنشوفوا بان الدعم ديال الحكم الذاتي لا في افريقيا لا في خارج افريقيا لا في دول الخليج لا في امريكا لا في كل شيء، يعني وفي اوروبا كذلك شفنا بعض الدول الاقوياء كاسبانيا وكالمانيا اللي كيدعموا الحكم الذاتي، وزيد عليهم هولندا وزيد عليهم يعني النمسا وزيد يعني كاين اكثر من 10 دول اوروبيه اللي كتدعم الحكم الذاتي المغربي. وهنا شافوا بان راهم هزموا الملف يعني بالنسبه للامم المتحده ولا كل شيء. يعني كاين الحكم الذاتي، هما ما باغينش الحكم الذاتي، اما كيوجدوا لنا لشي حرب ممكن، يعني هذا السيناريو نبقاو على بال ونبقاو دايرينه في البال، ولا التغطيه. حنا كنشوفوا كل سنه ملي كيكون المناورات ديال الاسد الافريقي اللي هي اكبر مناورات في افريقيا، بان هذا العام غادي يشاركوا 12 الجنود ديال اسرائيل. واش خايفين من 12 الجنود ديال اسرائيل باش ديروا داك القوات ديالكم تما وانتم الجيش ديالكم كلا طريحه في الجنوب، يعني باش تصيفطوا التعزيزات العسكريه الى الجنوب الجزائري لا مصيفطينهم نتوما عند الحدود المغربيه. حنا شفنا
كل خطره ملي كيكون المناورات ديال الاسد الافريقي كنشوفوا بان شنقريحه اما كيدير مناورات اما كيدير تعزيزات عسكريه على الحدود، يعني خايف واش داك المناورات يتحولوا لعند هجوم ويدخلوا في الجزائر. يعني خايفين الناس، ما راهمش مرتاحين، يعني الخلعه شداهم، ولا خايفين من 12 جندي اسرائيلي اللي غادي تشارك لاول مره في هذه المناورات ديال الاسد الافريقي. ممكن يعني هما خايفين من هاد 12 جنود، خايفين منهم، يعني دوله كامله خايفه من 12 جنود. ولا تغطيه لعند الهزيمه اللي كلاوها مع الطوارق. هنايا دابا عندنا اخبار جديده على هاد الهزيمه اللي كلاوها من طرف الازاواد، من طرف حركه تحرير جنوب الجزائر. هنايا دابا شنو الجريده ماروك يبدو شنو دارت استجواب ودارت لونكيت ديالها، البحث ديالها، وجبرت واحد المصدر من داخل الجزائر، مصدر يعني عالي المستوى اللي غادي يقول الحقيقه. وشنو قال لهم بان الكبرانات ما بغاوش يعلنوا على هاد الناس اللي ماتوا في هاد العمليه اللي دارتها الطوارق في منطقه تيميمونت ومنطقه ديال برج باجي مختار. تكلموا على 3 ديال الاموات، يعني من درنا الفيديو البارح كانوا 3 اللي ماتوا وبزاف ديال الجرحى. قال لك دابا وصلوا لعند 20 موتى، 20 واحد اللي طاح، 20 موتى. وقال لك ومازال الجرحى في خطر، والاكثريه قال لك داوه من الجزائر العاصمه لعند عين النعجه، السبيطار ديال عين النعجه اللي كتسمعوا به، قال لك باش يداووا تما. يعني كاين بزاف د الناس اللي مازال الحاله ديالهم بين الحياه والموت، يعني هذا العدد يقدر يزيد يرتفع من هنا نهار ولا جوج، غادي هذا العدد يقدر يزيد يطلع. دابا قال لك واصلين لعند 20 يعني هزيمه. يعني هذه هي القوه الخارقه اللي ما قدتش على كمشه ديال الناس ديال الطوارق الشجاع اللي عطاو العصا لعند الجيش الجزائري اللي ما يسمى بالقوه الخارقه في المنطقه، ولا القوه الضاربه سميوها كي بغيتو. ما قدوش على هاد الناس هادو اللي عندهم غير بندقيات ورشاشات ورباعيات، يعني ما عندهمش طنوقه، ما عندهمش الصواريخ، ما عندهمش الدرونات، ما عندهمش الطائرات، ما عندهمش، يعني داكشي كتسمى عمليه عاديه. وعطاو العصا لعند الجيش الجزائري اللي قتلوا فيه 20. تخيلوا 20 واحد، خطر هادشي. ودابا قال لك اسيدي لا رحنا غادي ندخلوا في اشتباكات مع المغرب، وهذا لا مره منه وكذا. يعني هذا الشيء مضحك جدا. هاد التعزيزات العسكريه اللي كيديروا هو اعلان بان غادي يكون تسريع ديال العمليات ديال البوليزاريو، هي راه عمليات جزائريه، يعني غادي يزيدوا يصعبوا، يقدروا يستعملوا الدرونات ديال ايران اللي عطاتهم ايران، يقدروا يديروا شي خطا. ولكن اذا داروا شي خطا وطيحوا شي درون مغربي مثلا، تما راه غادي صافي سنيو على الموت ديالهم، تما مضاو على الموت ديالهم. يعني ما فيهاش شك. وحنا المغاربه كنستناو غير داك الخطا، كنستناو غير داك الرصاصه الجزائريه ولا صاروخ جزائري ماشي من الارض الجزائريه ويحطم درون ولا شي حاجه ديال المغرب. تما هذيك هي النهايه ديال الكبرانات. المغرب راه ما غاديش يتفك معاهم. المغرب راه عارفينه بان المقوم دابا عنده الاسلحه جد متطوره، جيش مدرب، عنده الخبره في الحرب وكذا وكذا. يعني هنايا راه ما حنا ما ليس الا هادو قتلوا منكم 20 في عمليه وحده، تخيلوا المغرب بالقوام ديالو بالاسود ديالو شنو غادي يدير فيكم، شنو غادي يدير فيكم الا دخل، غادي يطحنكم ديك ساعتين. باي كاع داك التخربيق ديال الحدود الموروثه عن الاستعمار ولا كذا ولا كذا. يعني بلا ما تبقاو كتحلموا بشي صحراء شرقيه ولا شي حاجه. حنا غادي نرجعوا الاراضي ديالنا. حنا كنستناو غير ديك لافوت ديالكم بان نتوما اللي ضربتوا الاولين، وديك ساعتين حنا غادي نتكلفوا فيها، غادي نفكوا المخيمات ديال تندوف، وفيها غادي نرجعوا الصحراء الشرقيه ونحرروا الشعب الجزائري من الكبرانات.
يعني تما من غادي ندخلوا ما غاديش نحبسوا، يعني غادي ندخلوا غادي نمشيو حتى للعاصمه الجزائر، واش نقريحه نجروح هو وكاع داك العصابه كامله كلشي يمشي للحبس، كلشي يمشي يتعاقب. يعني حنا كنستناو غير لافوت ديالكم. دابا هنا كاين اخبار اخرى خوتي. هنا كاين واحد السفير كان قديم في الامم المتحده، سفير فرنسي اللي سميتو جيرار ارو. هاد السيد هذا جا كيبتز المغرب، دخل في ابتزاز في المغرب. يعني كتب واحد التغريده مشى جاوب ماروك انتيليجونس كتب بان قال لك près de 4 mois après la fin de fonction de Mohamed Ben Chamoun, le Maroc n'a toujours pas choisi d'ambassadeur à Paris. La situation jamais vue entre les deux pays, les différentes annonces de visite du président Emmanuel Macron au Maroc n'ont jamais été يعني الازمه كيهضر على الازمه وبان المغرب مازال ما عوضش السفير ديالو في فرنسا. وهو جاوبو قال له en gros c'est habituel chantage marocain sur le Sahara occidental à la suite de la volte-face américaine, alors que pendant des décennies la France a été seule pour défendre les intérêts marocains au Conseil de sécurité. قال لك سيدي بان قال لك في القاعده ديال المغرب بان المغرب كيدير ابتزاز لفرنسا، يعني ابتزاز لفرنسا، يعني الشونطاج، بان على قضيه ديال الصحراء، وبان من بعد ما ميريكان قلبت الفيستا ديالها منذ عقود. قال لك امريكان كتهاجم المغرب، ولكن من عهد ترامب زعما قلبت الفيستا ولات مع المغرب. قال لك قبل ترامب كانت غير فرنسا اللي كتدافع على ملف الصحراء في الامم المتحده. يعني هنايا باش يهضر بان المغرب كيدير ابتزاز لفرنسا، المغرب ما كيديرش ابتزاز لفرنسا. المغرب بغى الوضوح من عند فرنسا، الفرق كبير. وهذه الازمه اللي دايره فرنسا والحقيقه ديال السياسه الفرنسيه في ملف الصحراء، حيث فرنسا كتلعب على الحبلين، هي كتجبد المصالح ديالها، خطره مع المغرب، خطره عاوتاني تمشي للكابرانات، خطره تمشي تحلب من هنا، خطره تبغي من هنايا. المغرب قال لها ستوب. دابا المغرب عنده حلفاء ديالو، عنده ولا قوه في المنطقه ديالو. دابا المغرب كيتكلم في مستوى واحد مع فرنسا، كيقول لها بغيت الوضوح، الموقف ديالك بغيت توضح واش راكي معايا ولا ضدي. كيف قال الملك الله ينصرو المنظار، من كنشوفوا حنا العلاقات ديالنا مع الاصدقاء هي الصحراء المغربيه، صافي سالينا، ما كنشوفوش بجهه اخرى، من تما كنشوفوا من الصحراء، اما راك معايا اما راك ضدي. هنا جا المدير ديال ماروكو نيوز سمير بينيس قال له l'élite française déteste que les Marocains lui disent la vérité et qui lui exige de nous parler avec respect. Quelques minutes après avoir publié le tweet, j'ai corrigé les contre-vérités colportées par l'ambassadeur Gérard Haro. Il m'a tout simplement bloqué. هنا قال له بان السلطه الفرنسيه من المغاربه كيهضروا معاها ويقولوا لها الحقيقه في وجهها، ما كيعجبهمش الحال، ومن بعد كيجيو يتكلموا معانا يقول لك لا ما كاينش الاحترام بيناتنا. وهنا قال لك من جاوبوا هكذاك ما دازش بعد دقائق مور هاد التغريده ديال سمير بينيس، هاد السفير ديال فرنسا القديم في الامم المتحده بلوكاه، يعني ما قدرش يجاوب. حيت علاش؟ ما كيبغيوش ملي كتقول لهم الحقيقه في الوجه، ملي كتبزديهم بواحد الحقيقه ما كيبغيوش. هما مازال خصهم كيعتبروا الدول المغرب الكبير كدول مازالين في العهد ديال الاستعمار والعهد ديال الحمايات وكذا، يعني مازالين كيقولوا راه ما الدول يبقاو دائما تحت الصباط ونحلبوهم كي بغينا ونديروا كي بغينا فيهم. لا، المغرب هو خرج من هذا الشيء هذا. الا مازال الكبرانات كتحلبوهم، المغرب لا، المغرب كيبين السياده ديالو والقوه ديالو مع الحلفاء ديالو، كيقول لك وضح الموقف ديالك، واخا ما وضحتيش ديك الساعتين كنحسبك بان راك عدو للمملكه المغربيه والمصالح ديال المملكه المغربيه.
نزيدوا عاوتاني تصرفيقة أخرى، هي دولة جديدة في الاتحاد الأوروبي تدعم الحكم الذاتي، وهي دولة مالطا. مالطا اليوم والمقص الذهبي سي ناصر بوريطة مشى سنياو، وكان إعلان مشترك بين الوزراء الخارجية ديال الدولتين اللي قالوا بأن مالطا تدعم الحكم الذاتي المغربي. احنا دابا وصلنا لعند 11 دولة في أوروبا على 26 دولة اللي كتدعم الحكم الذاتي رسميا. يعني هذه عاوتاني تصرفيقه لعند الكبرانات، وميساج كذلك لعند فرنسا اللي هي داخل الاتحاد الأوروبي. شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم، المشاهده ديالكم، البارطاج ديالكم، الكومونتيرات ديالكم. الله يحفظكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم.